صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتوا هتشوفوني فيه. هنعمل مع بعضينا النهارده الحواوشي الاسكندراني بطريقه جميله جدا، بعجينه ناجحه وعملتها معاكم قبل كده. واهم حاجه في ده كله هي خلطه الحواوشي نفسها بطعم مختلف. بس لو اول مره تشوفوني، انا اسمي نانا عادل، ويلا بينا نبتدي الوصفه. هنجيب 3 كوبايات من الدقيق المنخول. اي دقيق يعني، مش شرط دقيق معجنات. معلقه كبيره من الخميره البودر. هنجيب معلقة كبيرة من السكر الحبيبات. هنجيب معلقتين من الزيت. مش شرط يكون معلقة معيارية، المهم يكون بنفس المعلقة. معلقتين من الزيت ونص معلقة من الملح العادي. وهنحط كل المكونات دي مع بعضيها، وهنبتدي ان احنا نضربهم كده الاول مع بعضيهم، نخلط كل المكونات. ونجيب كوباية من المية الدافية ما تكونش سخنة، ونحطها تدريجيا طبعا مع العجينة بتاعتنا لحد لما ناخد القوام بتاعنا. طبعا زي ما انتوا عارفين العجين ما ينفعش ان احنا نحط المية كلها. انا يعني حطيت الكوباية ولكن حسيت انها جافة لسه ناشفة، فبدأت احط تدريجيا معلقة معلقة. هي خدت معايا كلها كوباية وربع من المية. ومش شرط يكون معاكم انتوا كمان، على حسب نوع الدقيق. هنقعد نعجن فيها لغايه لما تدينا عجينه لينه، وفي نفس الوقت ما تبقاش ناشفه ولا بتلزق في الايد زي ما انتوا شايفين في الصوره. هنغطيها بالاسترتش او الكيس، ونغطيها بالفوطه، ونسيبها في مكان دافي تخمر. نجيب بقى المقدار بتاعنا، وهو ربع كيلو من المفروم. انا هنا هوزنه قدامكم، وانتوا ممكن توزنوه في بيتكم او من بره. هنجيب ربع كيلو من المفروم، سواء البلدي او المستورد، حاجه تكون مضمونه. وهنبتدي ان احنا نقطع الخضار بتاعنا، وهو هناخد نص قرن من الفلفل الاحمر الالوان، والفلفل الاصفر، والفلفل الاخضر. وهناخد نص قرن من الفلفل السبايسي، على حسب ما انتوا حابين تكتروا بقى السبايسي او تقللوه. انا كان بالنسبه لي كده يعني حلوه قوي، كان سبايسي بس في نفس الوقت في المحدود. وهنجيب نص حزمه من البقدونس المغسول طبعا ومجفف ناشف، ونفرمه. كل دي قطعناها. انا بقى هنا هحط بصله مع اللحمه، ولكن انتوا ممكن تقطعوها عادي، بس انا عشان الولاد ما بيحبوش البصل ظاهر في الاكل، هحطها مع اللحمه افرمها في الكبه. وهنا نص كوبايه من الدهن، لان اللحمه بتاعتي كان الدهن بتاعها بسيط. انتوا على حسب ما تشوفوا لحمتكم، لو دهنها عالي ماشيه. بس هو الحواوشي او الكفته او البرجر الحاجات دي بتحب الدهون العاليه، فحطوا دهن بلدي مع الحاجات دي، بتدي طعم مختلف جدا. وهنفرم كل الكلام ده مع بعض. وزي ما قلت لكم البصل مش شرط يكون مع اللحمه، ممكن تقطعوه عادي. هنبتدي ناخد كل المكونات اللي احنا جهزناها، اللحمة، وهناخد الخضار بتاعنا اللي احنا قطعناه كله، وهنحطه فوق العجينة اللحمة اللي احنا عملناها فرمناها دلوقتي. والتوابل بتاعتنا حاجة جميلة: نص معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة طبعا، نص معلقة بصل بودر، توم بودر، كزبرة، قرنفل وجميل جدا، نص معلقة من الجنزبيل، وجوزة الطيب. طبعا انتوا حابين تضاعفوا المقدار اللحمه تضاعفوا مقدار التوابل، لان التوابل دي مظبوطه جدا. ولو مش عندكم التوابل دي كلها، هاتوا خلطه الحواوشي فاين فودز او اي ماركه انتوا بتحبوها. يعني بدل لو انتوا ما عندكوش كل انواع التوابل دي. بس طبعا طالما متوفره يبقى في البيت افضل. كان عندي هنا عود من روزميري فريش، وده جميل جدا. لو مفيش فريش تحطوا من المجفف. روزميري او زعتر اللي انتوا حابينه. انا فضلت الروزميري، لانه الصراحه بيدي ريحه ونكهه عاليه جدا في الطعم. وهنحطه. هنبتدي ناخد كوره كوره بالويم او بالميزان لو عندكم. انا حبيت اوريكم بالميزان، لكن في التوقيت العادي انا اصلا بعمله كده بالنظر يعني. وهبتدي اعمل الكوره. انا هعملها 80، ولكن اول كوره عملتها 90 وحسيت ان هي كبيره، ولكن انا شلت منها وخليت كل الكور برضو 80. وعلى حسب انتوا العجينه او الرغيف اللي انتوا هتحشوا فيه حابينه قد ايه. كبير بتكبروا الكرة العجينة، صغير بتقللوا الكرة بتاعتكم. يعني دي حاجة ايه خاصة بيكم انتوا بقى تظبطوها. العجينة بتاعتي هنا خمرت على بال ما حضرت كل اللي انا عملته، كانت خمرت معايا. طبعا لو في الصيف بتخمر بسرعة، ولو في الشتاء بتاخد وقت. بس هبتدي ان انا اغطيها، واجيب بقى ميزان، وممكن برضو بالويم. انا رغيف الحواوشي اسكندراني هيبقى مقدار كورتين، فاحنا طبيعي لازم ايه نقلل الكور بتاعتنا حجمها، ما نكبرهاش، او على حسب انتوا حابين الرغيف قد ايه. ولكن رغيف الحواوشي الاسكندراني العجينه هياخد كورتين.
وهبتدي ان انا وزنت الكوره 40 جرام لان الرغيف كله على بعضه هيكون 80، فانا خليت كوره 40، يعني قسمت الرغيف لكورتين 40 و40. تمام زي ما انتوا شايفين. انا اصلا يعني حطاه على الميزان عشان اللي عنده ميزان وعايز يمشي بالحذافير، ولكن انا في الطبيعه برضو بعمله على حسب النظر كده وعلى حسب انا عاوزه ايه، بس انا حبيت اوريكم عشان خاطر تظبطوا العجينه معاكم. هبتدي بقى اخد الكوره بتاعتي وافرد فيها كده لغايه ما تبقاش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، يعني سمك كده مظبوط، علشان ايه العجينه ما تخرجش منها، ما تبقاش طريه قوي ورفيعه تنشف مننا ويخرج منها الحشو اثناء التسويه بتاعتها. ونقعد نفرد فيها في النشابه. انا ما حطيتش اي بودر ولا اي، يعني ما حطيتش دقيق ولا حطيت زيت، هي العجينه جميله وهتفرد معاكم على طول، يعني ما تحطوش اي حاجه على السطح، هي سهله معاكم. هنجيب بقى كوره من عجينه الحواوشي ونقعد نفرد فيها كده بالراحه زي ما انتوا شايفين في الصوره، لغايه لما نحس انها فردناها كلها. نحاول ما تخرجوش على الاطراف عشان ما تخرجش منكم. نجيب بقى الكوره التانية اللي احنا قلنا الرغيف بياخد كورتين، عشان هتشوفوا دلوقتي خدنا كوره حطينا عليها الحشو وكوره تانية نفردها، لان دي اللي هنغطي بيها الرغيف. اهم حاجة تكون على قد الرغيف او لو اكبر عادي، لكن ما تكونش طبعا اقل من حجم الرغيف علشان نقدر ان احنا نقفله كويس. نقعد نفرد فيه، عشان كده بقول لكم تحاولوا الكور كلها تبقى مظبوطة في الميزان وتبقى بالشكل مظبوط، علشان برضو طريقة التسوية تكون واحد. وهنبتدي ان احنا نحط الفردة التانية كده فوق الرغيف بتاعنا، ونقفل من الجوانب كويس او نتني الاطراف كده العجينتين فوق بعضيهم كده، ونقعد نقفل فيهم خالص. ولو في اي حاجة فتحات نقعد نلمها كده بايدينا، مفيش اي مشكلة خالص. بس ودي كده بحجم الرغيف بالظبط. وانا خلصت. هنا كان في بقدونس كده لازق في العجينة عادي، يعني انا شلته طبعا بس مفيش مشكلة. نبتدي ناخد عجينة تاني، كورة تاني من العجين ونفردها. انا حبيت اوريكم مرتين ونحط عليها العجينة بتاعتنا. انا الكرة بالنسبة لي كانت مظبوطة مع العجين لان انا قدرت اتحكم في حجم الرغيف، ولكن انا طبعا هوريكم دلوقتي في برضو كور من العجين اللحم ما كانت كبيرة بزيادة وشلت منها. نبتدي ان احنا نقفل. عايزه اقول لكم بجد الطريقه دي جميله جدا وممكن بدل حشو لحمه الحواوشي ممكن يعني نعمل بالطريقه دي حشوات تانية. انا خلصت الكميه بتاعتي، ولكن انا سبت برضو رغيفين من العجين على جنب عشان هعملهم جبنه. هنا اديتها بخه من الزيت وسمسم، ولكن ممكن تدوها رشه من اللبن او صفار البيض، يعني مش شرط زيت طبعا، وتحطوا السمسم او حبة البركة اللي انتوا حابينه. ممكن ما تحطوش اي حاجة خالص، يعني هو على حسب، بس يعني يدي منظر كده. وبعدين السمسم صحي برضو. وهندخله في الفرن في الرف الوسطاني، هياخد لمدة من ساعة الا ربع لساعة في درجة حرارة 180 او 200 على حسب كل فرن، وهنسيبه. انا هنا بقى عشان في ناس بيحبوا العجينه بحواوشي اسكندراني او الحواوشي البلدي، فانا شلت كام كرة من عجينه الحواوشي وعملتها بالعيش البلدي زي ما انتوا شايفين كده. بفتح الرغيف بتاعي وهحط فيه، حاولوا ان انتوا ما تفتحوش فتحه كبيره عشان ما يخرجش منكم الحشو، وتفردوا فيها العجينه. وهنا بقى حسيت الكرة كانت كبيره وفي كرة صغيره على الرغيف، فانتوا بتقعدوا تظبطوا. وهنبتدي، انا الحواوشي البلدي هعمله على البوتاجاز من فوق في الفتره اللي الحواوشي الاسكندراني بيستوي فيها في الفرن. وهبتدي ان انا طبعا اديت بخ زيت او ماده دهنيه، ونحط الرغيف بتاعنا. واول ما نحس ان هو بدأ يسخن كده بنضغط عليه علشان الدهون اللي جوه اللحمه بتسوي اللحمه وبتنزل كده من الرغيف فبتسوي اكتر. لو الدهون عاليه انتوا مش محتاجين تحطوا مواد دهنيه كتير في الصينيه، ولو الدهون قليله هتضطروا انتوا كل شويه تحطوا ماده دهنيه في الصينيه علشان خاطر الحواوشي يستوي وما يتحرقش مننا. ونقعد نقلب فيه من فوق لتحت لغايه لما يستوي مننا، وما بياخدش وقت خالص على البوتاجاز من فوق، بالذات الحواوشي البلدي. بس وبكده تكون خلصت وصفتنا جميله جدا وسهله. وهنا الحواوشي بتاعنا قعد معايا ساعه في الفرن او ساعه الا ربع يعتبر، بس انا سبته شويه يعني على بال ما خلصت اللي فوق. وتقدموا معاها سلطه بلدي، سلطه الطحينه اللي انتوا حابينه. متنسوش اللايك والاشتراك لو عجبتكم الوصفه، واشوفكم في فيديو جديد. دمتم